بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ولما كملت أيام خدمته رجع إلى بيته. أبونا الخادم الأمين أبونا الراهب القديس القمص أبادير الأنبابولة من مواليد 20/6/1934 من قرية رقاقنة مركز جرجة ومحافظة سوهاج. أبونا أبادير الأنبابولة الشهير بالجزار اتصف بالعديد من الفضائل. على سبيل المثال للحصر، كان وديعا كما تعلم من أبوه السماوي حينما قال: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. وليس كان وديعا فقط، إنما كان بسيطا في تعاليمه، بسيطا في حياته، بسيطا في عظاته، بسيطا في مسكنه، بسيطا في كل حياته. كانت له عشرة حقيقية مع الله من خلال المسبح، من خلال العظات، من خلال التعليم. كان محبا للصلاة، فقد كان أبونا حريصا على الصلاة والقداسات اليومية والخدمة. ليس هذا فقط، إنما كان مهتما بخلاص كل أحد، يسأل عن الكل، يبحث عن الضال. كان يهتم بالغريب قبل القريب والبعيد أكثر فأكثر، حتى نجده كان يسأل على الذين عرفوا من خلال خدمته في أماكن عديدة خارج البرشية التي تنيح فيها فيما بعد هي جورجيا. كان يحمل في قلبه كل واحد من رعيته، كان يهتم بخلاص كل أحد، كان يسأل عن كل هذا وذاك، يبحث عن الضال وعن الجريح وعن المكسور متشبها بسيده. كان أيضا محتملا وصبورا وفرحا. كان أبونا القديس القمص أبادير الأنبابولة الشهير بالجزار كان قد أهين كثيرا بكلمات سيئة ورديئة، وكان يشكر الله محتملا متشبها بسيده حينما قال عنه الكتاب المقدس: لا يصيح ولا يسمع صوت واحد في الشوارع، قصبة المردودة لا يقصف وفتيلة المدخنة لا يطفئ. كان صبورا. أبي الحبيب طوباك، يا من جهدت جهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، والآن تفرح بإكليل البر. يا أجملها لحظات وأنت تسمع معلمنا بولس الرسول حينما يقول لك: لأسمعك وأريك ما رأيته وسمعته، ما لم تره عين ولم تسمع بأذن، ما أعد الله لمحبي اسمه القدوس. وكما قال أيضا إلهنا للأنبابولة أول السواح عندما رآه مجاهدا: كفاك تعبا يا حبيبي بولا. ونحن الآن يقول لك رب السماء: كيف حالك وأنت تسمع هذه العبارة بعد أن تعبت في هذا العالم وجهدت كثيرا؟ كفاك تعبا يا حبيبي، ادخل إلى فرح سيدك. نياحا لروحك الطاهرة يا أبي القديس، حقا كنت رجل الله، ولا نقول لك وداعا يا رجل الله، يا صديق الفقراء ومحب الفقراء. أشفع لنا واذكرنا أمام عرش النعمة لكي يكمل لنا الله أيام غربتنا على هذه الأرض الشقية. ولله كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. إلى الأبد آمين. بقول لك يا ابوي،
قول يا ولد. سمعت من ناس البلد كلها ومن ناس كتيرة إن هو بيحكوا على أبونا بدير، إن هو قديس عظيم قوي بيعمل معجزات كتيرة قوي مع ناس البلد. ايوه يا ولدي، فعلا الكلام ده صحيح. ابونا ابدير قديس عظيم فوق ما تتخيل. طب وليه أبوي يسموه باسم الراهب الجزار؟ ابونا ابدير يا ولدي كان من الرهبان المشهود ليهم بالصلاة والخدمة ومساعدة الفقراء والمساكين، وكان دايما يلف على البيوت يشوف الناس اللي ما بتروحش الكنيسة، يشوف لو حد تعبان يصلي له ويرشمه بالزيت، يشوف حد محتاج حاجة يعملها له، وكان يراضي كل الناس. طب وإيه حكاية الجزارة يا أبوي اللي كان شغال فيها؟ ده حكاية حلوة قوي يعني. طب احكيها لي. أبونا بدير يا ولدي هو يلف على البيوت ويشوف الناس محتاجة إيه، لقي إن حالة الناس صعبة خالص خالص. في ناس كتيرة بيعدي عليها سنة واثنين وثلاثة ما بدوكش اللحم، فزعل وقعد يصلي كده اهو ربنا ازاي يتصرف في الموضوع ده، لحد ما ربنا ما اداله فكرة جميلة جدا. ايه هي الفكرة دي يا أبوي؟ فكر انه يشتغل جزار. جزار؟ ايوه. راح عمل ايه؟ جاب واحد جزار وجاب ذبيحة وقال له اذبحها لي. جه الجزار وذبح له الذبيحة، وابونا مركز ليه؟ عشان هو حط في دماغه انه يشتغل جزار. ايوه. وبعد كده ابتدى يشتغل في الجزارة دي. كان يعمل ايه؟ يذبح ذبيحة ويبيع لحمة، والناس اللي معاها فلوس ياخد منها. ايوه. والناس الغلابة اللي هو عارفهم يندى عليهم ويديهم اللحم اللي تكفيهم ويسجل في النوت، يقول له هات يا عم فلان الاسبوع اللي جاي الفلوس، وهو كده كده مش راح ياخد منه عشان ما يحرجوش، يسجل عليه في النوت. وبكده كل الناس الغلابة اللي ما بتاكلش لحمة ابونا وكلها لحمة. بس الناس يا ولدي ظلمت وقالت عليه كلام كتير، بس هو ما هموش، اهم حاجة يعمل ايه؟ يرضي الناس الغلابة المحتاجة. افتح يا عم ابراهيم، انا ابونا بدير. مين بيخبر؟ مين برا؟ ابونا بدير. اهلا زارتنا البارح. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك يا ابوني؟ عامل ايه يا ابوني؟ اتفضل يا ابوني. ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله يا ابونا، زارتنا البركه والنعمه النهارده يا ابوني. اخبارك واخبار الاولاد يا رجل بركه؟ الحمد لله يا ابونا، الحمد لله، نشكر ربنا يا ابوني. يا بطرس، يا بطرس، يا اولاد تعالوا سلموا على ابوني. اهلا ازيكم يا اولاد؟ ازيكم يا اولاد؟ ربنا يبارككم. اقعد يا اولاد. يا اولاد اقعدوا. ايه اخبارك يا عم ابراهيم؟ عامل الحمد ايه؟ لله يا ابونا، نشكر ربنا يا ابونا على كل حال يا ابوني. هم يا ده بطرس، هم اعمل شاي لابونا يلا. ما تتعبش الاولاد يا عم ابراهيم. لا احنا ناخذ بركتك يا ابونا، هو احنا في ذيك الساعه يا ابونا لما ابونا يزورنا ويفتقدني، انت ما تعرفش يا ابونا افتقاد الاب الكاهن لاولادي هيعمل فيهم ايه، دي فرحه كبيره يا ابوني. بركتيه بس يا عم ابراهيم، يا حاجه يعني الواحد مقصر بس في زياره الناس الغلباني. الله يبارك لنا فيك يا ابونا وخليك لينا يا ابونا يا رب. ربنا يحافظ عليك يا عم ابراهيم. هات يا الشاي يا لابونا هات. تفضل يا ابونا، تفضل يا ابونا الشاي. ربنا يبارك. تفضل يا ابونا. وايه اخبار حالك يا عم ابراهيم؟ والله نشكر ربنا يا ابونا، الحمد لله على كل حال يا ابونا. يعني ما بينش بطلت تيجي الكنيسه؟ يا ابوني من يوم ما توفت المرحومه يا ابوني والحمل تقيل قوي، ما يعني الواحد يا دوبك موفق بين الشغل وبين تربيه الاولاد. هي كانت شايله علينا حمل ثقيل يا ابوني، وكانت مساعده في البيت.
المقدس يا عم ابراهيم راحت السما وما يزعلش عليه. اهم حاجه احنا نكون مستعدين زيه. ببركة ربنا يا ابونا وبصلواتك، بصلواتك معاني، صلوات القديسين والانبياء يا عم صلواتك معانا يا ابراهيم. ابونا. ربنا يساعدنا ويقوينا. الحمل تقيل قوي يا ابونا. تقيلش ولا حاجه يا عم ابراهيم. لازم مننا الانسان لازم يشيل الصليب على الارض، وكل واحد له صليبي وليه مقدرته في حمل الصليب. فانت صليبك انك تربي اولادك وتتعب في تربيتهم وما تزعلش على المقدسي زي ما قلت لك دي راحت السمي. ادينا هنعمل اللي عليه يا ابوني والباقي على ربنا. ربنا يقويك ويعينك يا عم ابراهيم. الله يبارك لنا فيك يا ابوني ويخليك لنا يا رب. وعاوزينك تبقى تيجي معانا الكنيسه ان شاء الله. تحضر القداس جديتك. ان شاء الله يا ابونا نجي لك ونحضر القداس ونصلي وناخذ بركه القداس. وتجيب الاولاد معاك يا عم ابراهيم. حاضر يا ابونا حاضر. ومش تيجي الكنيسه بس يعني مره، على طول تيجي معانا كده. ان شاء الله يا ابوني ان شاء الله. ربنا يقدرنا ونجي لك على طول ونصلي في الكنيسه. شهادتك حلوين يا دي بطرس. هي جدع مع ابوك، خليكم جدعان كديتك. ربنا يحافظ عليكم كديه ويخليهم لك يا عم ابراهيم. وبارك لنا فيك يا ابوني وتعيش وتزورنا يا ابوني. الله يخليك، احنا مقصرين في حقك يا عم ابراهيم. ده انت فيك بركه. صلي لنا كديتك. فيك بركه يا ابوني. صلاه القديسين وصلاتك معانا يا ابونا اهم حاجه يا ابوني افتقادك لينا. ان شاء الله صلي لنا كده ربنا يعيننا ان شاء الله يا عم ربنا يعين يا ابراهيم. ابونا ان شاء الله يا ابونا. تعال لما نصلي لكم بشفاعة الانبا ابونا. تعال يا ابونا. يا بطرس تعال. زي ما قلت لك مستنيك في الكنيسه انا. ان شاء الله يا ابونا ان ان شاء شاء الله يا الله. اولاد مستنيكم في الكنيسه. ان شاء الله ما تنساش يا عم ابراهيم. ان شاء الله. طب استنى ربنا يحافظ عليكم. الله يخليك، خليك يا عم ابراهيم. فيك بركه، الله يخليك يا عم ابراهيم. ما تنسوش اللي مستنيكم. ان شاء الله يا ابونا. شفاعة الانبا ابونا معاكم. صلي لنا يا شفاعة الانبا ابونا. ابونا صلي لنا يا معاكم. ابونا. يا اولاد اللهم اجعله خير. ايه الحلم الغريب اللي انا شايفه دي؟ وهي معناه ان انت اشتريت الجبل كله يا بدير دي. خير، اللهم اجعله خير. نروح القداس. الذي جبل الانسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي ينادي الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الآلي وعلى الأرض السلام وبالناس مسرة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطائفة
خير رسول تعالى الكنيسة حنا يا ولدي وتناول من جسد الرب ودمه عشان يكون معاك وحافظ عليك. سامع الكلام معاك. كنا صلاتك يا ابونا. صلاة القديسين. ركت الأمر معاك. وبعد الأمر صلاة القديسين يا سلام وتعالى الكنيسة. يا بوني ازيك يا بوني؟ ازيك يا عم ابراهيم؟ عامل ايه يا بوني؟ الحمد لله. انا النهارده جيت الكنيسه يا بوني، جيت الكنيسه وصليت وتناولت وخدت بركه القداس زي ما انت قلت. وعجبك القداس يا عم ابراهيم؟ تمام، خدنا بركه المسيح وخدنا بركتك يا بوني. بركة ربنا يا عم ابراهيم والقديسين. الله يبارك لنا فيك يا بوني وخليك لنا يا رب. عاوزينك على طول معنا في الكنيسة يا عم ابراهيم. ان شاء الله بركه ربنا هتلاقيني باذن الله موجود على طول. وايه اخبارك واخبار الاولاد يا عم ابراهيم؟ الحمد لله، نشكر ربنا يا بوني. تمام كلكم. الحمد لله. ليه جبتش الاولاد معاك في الكنيسة؟ والله يا ابونا طلعت الصبح الاولاد كانوا نايمين فجيت انا صليت، والاسبوع الجاي نجيبهم معنا. ربنا يحفظ لك عليهم يا عم ابراهيم ويخليك. الله يبارك لك فيك يا ابونا وخليك لنا يا رب. خذ البركة دي من ابونا يا عم ابراهيم ما تكسفوش. ربنا يخليك للغلابه يا ابوي، ربنا يخليك للغلابه يا ابوي. ربنا يحافظ عليك يا عم ابراهيم ويخليك. خليك لنا يا ابوي، صلي لنا يا ابوي. ربنا معاك يا عم ابراهيم، والمرة الجاية نجيب الاولاد معاك. ان شاء الله يا ابونا، ربنا ان شاء الله. ربنا معاك يا عم ابراهيم. يا عم سمير افتح يا عم سمير. مين؟ مين بيخبط؟ مين؟ ازيك يا عم سمير؟ يا ابونا تفضل. ايه الاخبار يا عم سمير؟ صارتنا النعمه والبركه يا ابونا. تفضل تفضل يا ابونا. ازيك يا رجل يا بركة؟ تعال يا اولاد سلم على ابونا. ازيكم يا اولاد؟ كويسين. ازيكم يا اولاد؟ ارتاحوا ارتاحوا. ايه اخبارك يا عم سمير واخبار الحمد لله يا الاولاد؟ ابونا، الحمد لله. اخبارك انت يا ابونا؟ تمام نشكر ربنا. ايه اخبارك يا عم سمير ما بينش؟ والله يا ابونا العمايش دكترت وضاقت، وحتى يوم لحد الواحد مش فاضي يروح الكنيسه. لا 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 يا عم سمير الا لحد ديتي يا لحد يوم ربني. اوعى يا عم سمير اوعى. كل حاجه ربنا هيدبرها لاولاده ما تعولش الهم. عشان يوم لحد ديتي يوم ربني لازم نخلوه له يوم نصلوا له فيه واشتغلوا. ربنا هيقويه يوم لحد نشوفك في الكنيسه ان شاء الله يا ابونا. صلواتك معنا بس انت. صلوات القديسين ان شاء الله وبشفاعه الانبابوله هيساعد اولادي ومش هينساكم. وربني كبير ومش هينسى حد. اهم حاجه انت طمنا عليك. ايه اخبار حالك واخبار عيشتك عم سمير؟ الحقيقه يا ابوني المعاش بقت صعبه خالص. حتى اللحمه يا ابونا مش بناكلوها. حتى اللحمة يا ابوني مش بناكلوها غير للعيد يا ابوني. ربنا كبير يا عم سمير وحدي وهيدبرها. وربنا عمره ما بينسى اولادي. يا بيقول لنا في الكتاب المقدس يا عم سمير انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد وابوكم السماوي يقوتها. فربنا عمره ما هينساكم انت اولادي. يقول لك فكم بالحري اولاده او اهل بيته. فربنا عمره ما هينساكم يا عم سمير. ربنا كبير. اهم حاجه الانسان ينساش ربنا. وانت يا عم سمير راجل جدع وراجل طيب وبتاع ربني. بس نشوفك في الكنيسه يا عم سمير ان شاء الله يا ابونا ان شاء الله. وتجيب الاولاد معاك ما تنساش. ان شاء الله ابونا ربنا يدبر. ان شاء الله. صلي لنا بس انت. صلوات القديسين والانبابوله يا عم سمير وربنا هيدبرها لك ان شاء الله. تعال لما اصلي دبرها يا رب. تعال لما اصلي يا اولاد.
شفاعة الأنبابولي هيكون معاك وهيدبرها لك عم سمير. ماشي يا أولاد، تيجوا مع أبونا الكنيسي، ربنا معاكم عم سمير. سلام يا ابونا، مع السلامه. تيجي الكنيسي ما تنساش يا عم سمير الكنيسي. ان شاء الله يا ابونا. ربنا مع يكون السلامه معاك. يا ابونا. شفاعة الأنبابولي يا عم سمير. مع السلامه. ربنا معك. المحبة يا أحبائي من أعظم الفضائل، ولازم الواحد يحب ربنا من كل قلب ويحب قريبي زي نفسي، ولو ما حبناش بعض مش هندخل السماء. والكتاب المقدس بيقول تحب قريبك زي نفسك. طب مين هو قريبك؟ قريبك ده كل إنسان عايش على الأرض، مش قريبك بالجسد. والقديس يوحنا بيقول إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ ولو ما المحبة كانش فيها تضحية تبقاش محبة. يا للعجب والعجاب لما رب المجد أحبني بذل ذاته على عود الصليب من أجله. ولازم المحبة يا أحبائي تكون فيها تضحية، والمحبة اللي ما فيهاش تضحية ما تبقاش محبة. عيشوا بمحبة مع بعض، محدش واخد منها حاجة، لأن الذهب زاهد والفضة فاضة والمال مال. والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. الصوم يا شعب الله، صوموا صوما طائرا بخشوع. الصائم لا يعطش ولا يجوع. طوبى للرحم على المساكين. يا رب ده أولادك تعبانين، قوي يا رب، قويني يا رب إني أساعدهم، حتى حالهم بقى يصعب علي. اديني يا رب معونة من عندك، ارشدنا على مساعدتهم. أنا خلاص يا رب أشتغل في مهنة الجزارة علشان أساعد أولادك. أنت وحدك يا رب العالم بخفايا القلب، ساعدني وارشدني يا رب. يا ابونا بدير، يا ابونا بدير، ادخل اللي تحت. مش يا بخيت ولدك، ان شاء الله ربنا هيتمجد على يد ابونا بدير، ما تخافش، وراجل بركه وراجل قديس، ما تخافش يا بخيت. مين؟ عزمي يا ابونا. ازيك يا عم عزمي؟ الحمد لله يا ابونا، عم يا ابو سعد. ايه ازيك؟ سلم يا بخيت على ابونا، سلم. ازيك يا ولدي؟ مالك يا ولدي؟ رجلي مشلولة يا ابونا لها 10 سنين ونفسي نلعب مع العيال. مالك يا عم عزمي؟ رجلي يا ابونا لها 10 سنين واكثر، يمكن من 10 سنين، وهو تعبان مش بيمشي زي باقي العيال، ولفيت بيه على المستشفيات كلها وما فيش فايده. بس انا ثقتي في ربنا انك انت هتعمل معجزه وربنا هيتمجد يا ابونا بدير. شفاعة الأنبابولي يا عم عزمي إن شاء الله ندهنوا لك بزيت البركة دي وهيخاف. ان شاء الله. بس أنت قول يا رب يا أنبابولي. يا رب يا أنبابولي. أنا أقول لي يا بخيل لو رجلك راقة تجيب لي المرة الجاية. نجيب لك كيلو بلح يا ابونا. بلح جدع يا بخيل. شفاعة الأنبابولي يا ولد هتروق فيهاش حاجة.
قوم يلا بخير، رجلك فاش حاجة ولدك. قوم يا ولد. قول لا قوم لما بقول اروق لك، قوم يا بخير تمشي يلا. تمشي. شكرا. قوم يا بخير. قوم يلا. قوم يلا امشي. ربنا يخليك ربنا معاك يا عم. روح نشكرك تسير الفلح يا بخير. ربنا معاك. كلمات الأزلي ومرحب. كل سنة وانت طيب يا ولدي. ازيك يا ازيك يا أبوي؟ عم ابراهيم؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا أبوي؟ تفضل كل سنه وانتم طيبين. طيب يا ابونا، كل سنة وانت طيب وربنا الله يعود يخليك يا الايام عم بخير. ابراهيم. كل سنه وانتم ايه طيبين. عامل؟ الحمد لله يا عم الله ابراهيم. يخليك يا ابونا. ايه اخبارك انت؟ الله يبارك فيك وطول تعال تعال. طيب يا كل سنه وانت طيب يا ولدي. تفضل يا عم مخيل. كل سنه وانت طيب. ازيك يا حني؟ كل سنه وانت طيب. كل سنة طيب يا اهلا اهلا يا ولدي. كل سنه وانت طيب. ارتاح ارتاح ارتاح. كل يا عم ابراهيم كل. كل حلاوه يا ولدي. كل كل يا كل يا ولدي. كل سنه وانتم طيبين. كل يا حني. وشك مسفر انت. اهلا. كل سنه وانت طيب. ازيك يا عم؟ عم عجيب. كل سنه وانت طيب. عاطف. كل سنه وانتم طيبين. ارتاح ارتاح ارتاح. كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا ابوني؟ ايه يا امال متفقين مع بعض في الجاي؟ مش عيد يا ابوني؟ المكان ضيق. كل سنه وانتم عيد طيبين. يا ابونا وربنا يبارك فيك. كل سنه وانتم طيبين وكلو. ربنا يبارك لك بخير. فيك يا ابوني. كل يا حج. كل عام كل سنة وانت طيب يا ابوني. وانت طيب يا عم ابراهيم. الحمد لله. عاملين انت يا عم ابراهيم؟ ان شاء الله تكون مستريح وصلنا يا ابوني. الحمد لله يا عم ابراهيم. اهم حاجه الانسان يشكر ربنا. ايام كبيره يا عم ابراهيم. اذكرنا بصلاتك يا ابوني. صلوات احكي القديسين لنا يا عم شوية يا عجيب. ابوني. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الله يخليك يا يا عم ابوني عجيب. احكي لنا شوية عن حياتك في الدير. وهي كانت بدايتك. ومين اب اعترافك؟ عايزين نعرف شوية حاجات انا كده يا أبوني. غلبان يا عم ابراهيم. بلا بدايتي بلا انا ادي هادك شايفها. ما احنا عايزين برضو ايه نعرف السيرة الحلوة. يمكن برضه ده كلام. الاولاد يمشوا على طريقك. وبرضه انا طريقي يا عم ابراهيم. اديك شايف اهو. بدايتك كانت طول إيه النهار في وسط الدير؟ البهايم. اديك شايف. دي خدمة كبيرة انت هتقدمها هي. واحنا عارفيني ومقدريني وربنا يقدرك عليه. بص يا عم ابراهيم. اتفضل يا ابوي. اب اعترافي ايوه كان اسمه ابونا حنين. ايوه. كان رجل بركه خالص هو. الله يبارك فيك. وكان دايما يرشدنا على حاجات حلوه قوي. وكان يوصيني على حاجات حلوه. نفتكر ريح حكاوه. لما جيت بعتني رئيس الدير ننزل نخدم. قال لي بص يا بدير يا ولدي، اهم حاجه 3 حاجات. ايوه. قال لي تخلي بالك من الناس الغلباني. وتحاول تخلي الناس تحب بعضيه. ايوه. والحاجه الثالثه قال لي اهم حاجه يا ولدي خلي بالك من الكلام الزين اللي يتقال عليك. قال تحطوش في بالك وتعملش حساب للكلام اللي يتقال عليك وحش. خلي صورتك قدام الناس حلوه عفشه مش مهم. اهم حاجه قلبك مع ربنا ايه. دول ال3 حاجات دول انا شايلهم من ابونا حنين اب اعترافي وماشي عليهم وزي العسل. دول انا حافظهم على قدي. ربنا يقويك يا ابونا ويبارك لنا فيك. وده ولد اختي. اسمك ايه يا حبيب؟ عقوب يا ابوني. الله يا عقوب. اسمك على اسمي يا عقوب. عاوزك تجدعن. عندك كم سنه يا عقوب؟ 15 يا ابوني. عارف يا عقوب يا ولدي لما انا مشيت من البلد كان عندي 17 سنه. يعني كمان انت 2 سنين وعاوزك تمشي تقعدش في البلد يا عقوب. سامع كلام ابوني؟ جدع هو. ربنا يخليه يا عم ابراهيم. الله يبارك فيك يا أبوني. اخباركم انتم؟ الحمد لله. لا يا ابوني. عاوزكم لمتكم الحلوه دي برضه تيجي الكنيسه تصلوا مع بعض قديتي. ان شاء الله يا ابو. ان شاء الله يا ابو. صلواتك. الله يخليك يا عم عاطف. صلاتك بس يا ابوني. ويا اخبارك يا عم مخيل؟ نشكر ربنا يا ابوني. ويا اخبار حني؟ من ساعة ما زرتنا بالبيت والواد تخف يا ابوني. خف وبقي زي العسل. لما بقول اللي هو روقه. ربنا يخليك الصحة يا ابوني. خليك للغلابة. ربنا يخليك يا عم مخيل. يبارك لنا فيك يا هات ابوني. معك الكنيسه ان شاء الله يا ابونا بكره نيجي تيجي نصلي جديتي القداس. كلكم ونصلوا القداس مع بعض. ان شاء الله يا ابونا. وليله العيد كانت حلوه وعجبتكم امبارح. كويس الله يا يبارك ابوني. فيك. الحمد لله ربنا يبارك فيك ويديك الصحة. طالما انت هتصلي معاني احنا مبسوطين.
باقي الكهنة اللي باركوا القداس هم في أبونا يوسف وأبونا بشاي. ابونا يوسف ده راجل بركه، وابونا بشاي ده راجل بركه، وربنا يخليهم خدنا بركتهم، كان قداس حلو خالص. اذكرنا صلواتك يا ابونا. يا حبيبي يا احنا غلابي. ربنا يجعلك الايام بخير. أهم حاجة تخلوا بالكم من نفسيكم وتحبوا بعض، تعيشوا بمحبة مع بعض. يجي العيد احنا يبص كده اتولد في عيد الميلاد ديتي، ربنا اتولد وجاب رسالة. أهم حاجة جا ليا هو باي، هو ربنا اتولد وتجسد ليا. ليا عشان حبني، عشان محبته لينا، هو جا من السمي عشان خاطرني. واهم حاجه نتعلم برضه في عيد الميلاد ده حاجات حلوه من ربنا. يعني نبص السيد المسيح طب اتولد فين؟ مزود في مزود. طب ملك الملوك يولد في مخول زي ده بتاع بهايم. ليه؟ عشان تواضع. فلازم يعلمنا التواضع، احنا نتعلم مني. وبرضه نبص على السيد المسيح تاني. بعد شويه كده نلاقي هروب السيد المسيح من هيرودس. هو كان السيد المسيح خايف من هيرودس؟ لا. بس ده عشان يعلمني نقابلش الشر بالشر، نقابل الشر بالخير. فأهم حاجة زي ما قلت لكم رسالة المسيح هي المحبة، نعيشوا بمحبة مع بعض. في ناس بتكرهنا نقابلوها برضه، مش يقول له فلان ده قال عليك كلمة وحشة يقوم الواحد يتضايق، لا، يصلي لربنا يقول له يا رب خليه يحبنا. سامعين؟ مش جا العيد وناكلوا حلاوه وفول ولحم نملوا بطوننا وخلاص. اهم حاجه الصلاه. الله يخليكم وكلاوه وفول. تعبناك معنا ابونا. كل سنه وانتم طيبين. كل كل تلاقيكم واكلين لحمه كثير امبارح. انت بركه بقدسك يا ابونا. كل يا عم ابراهيم، كل يا يعقوب يا حبيب الاب. انت الله يبارك فيك يا ابونا. الله يخليكم. صلي لنا يا ابونا صلوات القديسين. وتدعي وما تنساش شعبك وما تنساش الايه. ما نسيتناش على العيد، ما تنسناش على اهم حاجه هو ربنا اللي هيدبرها ان شاء الله. هو ربنا هيدبر كل حاجه لاولاده. اهم حاجه انتوا تنسوش ربنا، وربنا مش هينساكم ان شاء الله. ويقول لك في الكتاب المقدس يقول لك نسيت رضيحي انا لم انساكم. فربنا عمره ما هينساني، بس اهم حاجه احنا برضه ما ننسوهاش. ماشي يا عم عجيب. اهم حاجه ربنا يعني احنا ما ننسوش ربنا. بردك وبرك الانبامين بردك. وانا بركتكم في الزياره دي، وربنا يعود عليكم الايام الخير. كل سنه وانتم طيبين. وعاوزكم في الكنيسه اهم حاجه الجايه دي ان شاء الله. خليك لنا كل سنه يا ابونا وناخذ بركتك يا ابونا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا ابونا. صلواتك يا ابونا. صلواتك القديسين معاهم. يقول أنبطونيوس احذر من ان تحب بلوغ شهواتك واغراضك، وابغض كل اعمال الدنيا وارفضها، فانها تبعد الانسان عن الله. يا بدير تروح تنام يا اخي، كفاية تعب، اصلا عينيك مققت من كتر القرايه في الكتاب المقدس. وانت انا عارفك وعارف اعمالك الشريرة اللي دايما بتحب تحارب بيها اولاد الله. يا ام بابولة ابعدوا عني. ده انا شغال اتحايل عليك من زمان يا اخي، اسمعني المرة. دهرك المسيح يا عدو الله، باسم يسوع المسيح انتهى المسيح يا عدو الله، ابعد. يا عم حسام يا فتحي ده كنا جاي ولا ايه؟ مين هو؟ ما يجي جاه النار تاكله العملية، يجي يعني ما هو جاي. جايين اهو بحمارتي. اضرب عشان ما شفناش. اضرب يا راجل فقري. عال والله نسيبكم 5 دقايق نلقاكم قاعدين تحكوا اليوم كله في كديه النهار. مرحبا عم مرزوق، الحمد لله على السلامة. ولا مرحبا ولا سهلا ولا كلام ولا علام. ما شغالين يا عم مرزوق اهو. نسيبكم 5 دقايق تناموا النهار كله. بس تعالى يا عم مرزوق، تعالى بس ناكل لنا لقمة بس. تعالى يا عم كلو. والله العظيم الارضيات بتوعتك دول ممتازين. جايبين لنا ايه بس؟ جايبين لكم خيرات ربنا كلها. اقعد بس، ده مش حته جبنه قديمه اللي جايبها لنا دي يا اخي القرار. اقعد. يا سلام. هات القله يا سعيد، هات القله. الا قول لي يا عم
قال لي يا عم الا قول لي يا عم مسعود. ده نفطر. وهذه الاكل يا عم. الا قول لي يا عم مسعود، عديت من السوق النهارده؟ عديت. ده حصل لك امبارح انا ومعدي، لقيت لك شفتك منظر. يا سلام يا سلام يا ناس. هي في شفتك واحد راهب يبيع قاعد قدام الذبيحه. راهب. راهب. ايوه. عامل ايه؟ قاعد يبيع لحمه. راهب يبيع لحمه؟ والله قاعد يبيع لحمه يا ناس. في عندي. في سويقي. يلا ما اقولش الكلام ده. والله شفت امبارح قاعد يبيع لحمه واشترى مره جت له وحده عاوزه رجلين وخدتها مني. مين دي؟ يعيش راهب بدقن. على اخرة الزمن والله عشنا وشوفني. مش عارف انا، حتى رهبان اشتغلوا جزارين. انا مكذبيني. هات بصل بس الاول، فين بصلي؟ اها. امبارح انا ومعدي ورحت نجيب شويه ملوخيه عشان ناكل. والملكه قابصه ومحدد بيتي ولقيتك الراهبيه. ايوه. اذبح. واحد يقول لي اديني حته حمراء يا ابوني، حته بيضاء يا ابوني، واخد بالك؟ ورحت لك اياه، قعدت اضحك وسبته ومشيت. قلت نقول لكم مكاتبيني بكره السوق. ابونا بدير راجل بركه، يعمل نفسه كيف جزار يا اولاد. يا عم نقول لك بعيوني اللي كلها الدوق دي شفته امبارح. انا مصدقش الكلام. هو اسمه ابونا بدير. ابونا بدير. خلاص احنا تعالى نروحوا السوق بكره ونروح ونشوف ونشتري. والله شفته امبارح يا ناس. والله مواكب. أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات نصرخ إليك في الضيقات. أبانا الذي مين؟ تعال يا عم واصف. ازيك يا ابونا؟ ازيك يا عم واصف؟ يا ابونا ازيك يا خال؟ عامل ايه اخبارك؟ تمام يا عم واصف. وصغيرة دي يا عم واصف. زين يا ابوي. مش اللي تلاقيناه. زين، نعمة وبركة من عند ربنا. وكلوها دي نعلفوها. نعلفوه يا ابوي. كم ثمنها يا عم واصف؟ ده ب 650 جنيه يا ابوي. تطلع كم كيلو دي يا عم واصف؟ يطلع ل 40 في 20 ب 800. 800 من كم؟ بيطلع 40 كيلو. 800 جنيه من 650. يعني زي 150. غير كبدته ومعاشه. بس عاوز وقت ده يا عم واصف فاضي. ما لا يا ابونا نعلفوه. لسه صغير. نعلفوه يا ابونا. امال يا عم واصف نجيبوا لها شوية علف ونعلفوها. نذبحوه يا ابونا. هلا اقول له عاوزين نذبحوا لنا بهيمة بكرة في السوق. نذبحوا يا ابونا اللي عايزه. عاوزين نذبحوا هداي عشان ما قدمناش غير هداي. نذبحوها يا ابونا. بكرة الصبح بديتها تجهز نفسك. تفجر بديتها عشان نبقوا جاهزين مسافة الصبح. ماشي يا ابونا. ماشي؟ ماشي يا ابونا حاضر. هي بطلانة صح بس فيش غيرها قدامنا دلوقتي. ربنا يبعد غيرها يا ابونا. يبعث ان شاء الله بشفاعة الانبابولة يدبرها. ان شاء الله يا ابونا. ان شاء الله. ان شاء الله يا عم ماشي يا ابونا. ماشي يا عم. الله يخليك الصبح تنساش يا عم واصل. ماشي يا ابونا. مع السلامة يا عم واصل. مع السلامة. سلام يا ابونا. مع السلامة. يلا حبيبي. يلا. أنا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات أسجد لك في خشوع. صباح الخير يا عم واصل. جهزت الحال كده؟ الحمد لله يا ابوي. تمام. في زبائن جاتنا ولا؟ يا عم واصل. بدري شغالين بيع يا ابوي. الله يعينك وقوي. الله يخليك يا ابوي. شكل هذه بيعها كانت سمينه دي. لفضل خيرك يا ابوي. الله يديك الصحة يا عم واصف وقوي. تسلم. شفك ده خلي الزبائن تجيني. اهو. حضرت لنا حاجة للأسبوع الجاي. كثير يا ابوي. الله يقويك بس تذبحش كده وخلاص، عاوزين حاجة كده تبقى زينة للناس. حاضر يا ابوي. الله يقويك يا عم واصف. تسلم.
صباح الخير يا ابوني. صباح الفل يا عم سمعان. عاوزين مال يا عم سمعان؟ لا يا ابونا اللحم والصوصات مش هيكفي. تعال يا عم سمعان، تعال. قطع كيلو لعمك سمعان يا عم واصل. حاضر يا ابوي. تعال. انا هقطع لك كيلو. هنقيدهم عليك في النوت. ماشي يا ابوي. بس المرة الجاية جيب الفلوس معاك يا عم سمعان. ماشي يا ابوي، ربنا يبارك فيك. تعال حاجة مشفاها يا عم واصل. ماشي يا ابوي. ما تنساش المرة الجاية تجيب الفلوس معاك يا عم سمعان. الله يا ابونا ماشي، ربنا يخليك لينا. ألف هنا يا عم سمعان. ربنا معاك. مع السلامة يا عم سمعان. يسلمك يا ابونا. يا ابونا ده على حالك الذبيحه ده هتخسر. لا تخسر ولا حاجة، ما قيدناه على النوتي، ما يعتبر دفع هو على الديشة. يا دي النوته دي. شف زين يا عم واصل. على الله يا ابوي. بلع العظم ده والدهن، خلي الناس تاكل حاجة زينة. حاضر يا ابوي. يا مرزوق كذاب هيجيب لنا كلام وقالين رايحين السوق جاي منين؟ جاي من السوق هنجيبوه احنا وراجعين ما تذبحوش. بدنا نشوف. ازاي يا ابونا يشتغل جزار؟ كيفي؟ مصحينا ومجربني، عارف الكلام ده لو طلعش صح هنصففك التراب. مين قال لك بالصح؟ اصبر يعني شوفه. اصبر. ابونا اشتغل جزار. عينك هتشوف. طب وريني. تعال. اهو جزار ولا مش جزار؟ جزار. اهو راهب ولا مش راهب؟ راهب. شغال ايه؟ جزار. عشان مكاتبيني. اتفرج يا ناس. بص يا ناس، هو راهب ولا مش راهب يا ناس؟ راهب. اعمل كده يا ابوني. شوف واحنا كذبناه. والله كذاب سامحني. وقال لي كان راهب، قال امال اصلي متى يا ابوني؟ ولا جد احط عقل طبعا فيها عشان يجمع فلوس. وممكن يكون ذبيحه معفي. يا ابونا عايز الفلوس انت؟ ما ترد يا ابوني. ولا عين ولا كيل. وواصل قال لي قال جربونا معاه، قالوا قاعده في السوق وبيع لحمه. يا ابوي. على الزمن شغلت ابونا جزار. والله شغالين حرت والله. عندك كبده يا عم واصف ولا عند ابوني؟ ربنا يسامحهم عم واصل. ما تمشي انت هو. مش ماشيين. اقول لك امشي. اتفرج على الجزار. قال نمشي، قال انا مش ماشي. انت هو. ما تيجي تشتري. هو ابونا يقطع معاك لحمه على جديد. انت مالك؟ بقطع كل يوم. يلا بينا انت هو. عشان انتوا مكاتبيننا اديكم شفتوه. مع السلامه يا ابوني. يلا انت هو. جزار. خلاص ماشيين، جاك ماشي في رقبه. خلاص. واصل لك الصالح بيهم. تعال قلة الادب. شباب طايش سيبهم عم واصل. يشرباي. خليك انت بس في شغلك، قطعنا شويه لو قدرهم عم واصل. تعال يا عم ابراهيم. صباح الخير يا ابوني. صباح النور. صباح الخير يا عم واصل. صباح الفل يا ابراهيم. خش خد دورك. الصالح يا عم واصل. حط لك كيلو لو حط زين. اها يا عم ابراهيم. والله يا ابوني. دول وانا قايدهم عليك في النوتي. والله يا ابوني اقول لك ايه بس، ربنا يخليك للغلابه يا ابوني،
وانت ابو الغلابي، وزي ما انت عارف يا ابوني الدنيا دائما دايسه على الغلبان. ربنا كبير يا عم ابراهيم وما بينساش اولادي. انا جاي تقول عليك على الفنوت، بس المره الجايه جيب الفلوس معاك يا عم ابراهيم. ربنا يبارك لنا فيك يا ابو الغلابه ويخليك لنا يا ابوني. صلي لنا يا ابوني. ربنا معاك ويحافظ عليك يا عم ابراهيم. الله يبارك فيك يا ابوني. سلام يا ابوني. مع السلامه يا عم ابراهيم. مع السلامه. مع السلامه. يا ابونا هنجيب فلوس منين عشان نجيب بهايم؟ اسمع الكلام يا عم واصل لك الصالح الحاج. العطاء دي عامل زي البير، كل ما تاخذ مني تزيد، واحنا ما بندفعوش حاجه من جيبنا، احنا بنقيده في النوته. يا دي النوته دي انت جايبها ورا. اشتغل انت يا عم واصف، اشتغل انت الصالح. طب عايز ايه تاني؟ جهز الشف اللحمه زين يا عم واصف، اشتغل. هو يا ابوي. تمام الله يقويك يا عم واصف. تمام. وزي تاني يا ابوي. استنى يا عم واصف لسه السوق مطول. راحتك يا ابوي. عم عجيب. ايوه. اخر يا ابوي. صباح الفل. اهلا ازيك يا عم عجيب. ليه؟ يا رب يديك الغلابه ابوني. الله يخليك اطلع كيلو يا عمك عجيب. حاضر يا ابوي. اسمع يا عم عجيب. اي يا عم. انا هنديك تتعشى انت والاولاد، بس هنقيدهم عليك في النوت. يا رب يديك الصحه ويبارك فيك يا ابوني. الله يخليك. المره الجايه تجيب الفلوس معاك يا عم عجيب. ما شاء الله. الله يقويك. ما كامل يا ابوني، الرحم كامل يا ابوني. انت المره الجايه تجيب الفلوس معاك يا عم عجيب في الصالح. بارك فيك يا ابوني. شفايين. مش ولا حاجه. يا عم عجيب تعشى انت والاولاد. والله يطلع تذبحها كلها بلاش. خليك في حالك. ايوه خليك في حالك. لك الصالح بالكلام ده مدينه بنقيده في النوت اهو. تمر بيه تاني يا ابوي. جهز يا عم واصف لسه مطولي. حاضر يا ابوي. انت امارك اديت يا عم واصف. وزن ايه تاني؟ صاص ولا كياس؟ جهز الجلزه احنا ما بنوزعه. بس يا ابونا على بدايتي ما فيش فلوس نشتروا بهايم. في خير ربنا كتير يا عم واصف. اللي انت شايفها يا ابوي. نقول لك جهزت لنا العده المره الجايه. جاهزه يا ابوي. عاوز حاجه اسمن من الدخل للناس تاكل حاجه نظيفه. حاضر يا ابوي. خلاص يا عم واصف. بس على حالك ده مش هنعرف نشتروا بهايم. في خير رب. بيعك صبر. خير ربنا كتير وبقول لك ربنا هيبعت. لك الصالح. جهز عبير سيدي. خد شوف هتوسع لمين. هنوزعوا للناس لك الصالح، مدينه بنقيدوا على الناس هتجيب فلوس انت مالك. وزع لمين؟ عبد يا عم واصف. ديكش نفسك. ما رقمش صالح انتوا قاعدين معانا من بدري. كويس اولادكم قاعدين تتفرج على الناس. توزيع دي. توزيعية بس انت مالك تشغلش بالك بالكلام ده. مالك ومال الناس. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوة. يمعنا بخلاص نفوسنا عندما نقف امامك جسديا. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم أن نقف أمامك وقت الصلاة. ما يتقالش. كلام صعب قوي يا ابونا. كلام الناس يا أولاد لا بودي ولا بيجيب، وياما الناس قالت كلامهم عملية. أهم حاجة قلب الإنسان مع ربنا. سامع عم سمير؟ صح يا ابونا. هلا قول لي يا عم سمير، مراتك خفت؟ من ساعة ما انت صلت لها آخر مرة يا ابونا وهي رايقة. صلوات الأنبابولة والقديسين. ايش وصلني يا ابونا؟ ربنا اللي شفاها عم سمير. هلا قول لي يا عم مخيم، صايمين الصيام الكبير انتوا عم سمير ولا لا؟ ايوه يا ابونا صايمين. صايمين.
عارف بالحال يا ابو. عارف يا عم خيل، استنى. عارف خذ حاجة عليك بسيطة تساعد. حافظ عليك وقت على الكنيسة يا أولاد. ربنا معاكم. لما بقولها بشفاعة لما بقولها معاكم. ربي وإلهي، أنت اللي بتقول يا رب هو ذا اليوم وخلاص. اشتاقت نفسي إليك يا الله كما يشتاق الإيل إلى يداول المياه. عطشت نفسي إليك يا رب، ما تاجي وترى قدام الله. أشكرك يا رب على كل حال فضلت بيها علي، وأنا ما كنتش أستحق، لكن كرمك أفضل من استحقاقي. يا رب يسوع، مراحمك الكتير علي، وأنت دايما بتطلب مني القليل. يا رب يسوع المسيح، أنا حاولت أخلي خدمتي تكون هي الطيب المسكوب على رجليك المقدسة، عشان اسمع وعدك اللي قلته للمرأة ساكبة الطيب، مغفورة ليك خطاياك. ربي وإلهي، نور قلبي وراحة نفسي، أنا مسامح كل اللي قال علي كلمة غلطانة. أطلب إليك يا رب دبر حياة شعب، دوم المحبة بينهم ورعاهم. اسمعني بصوت مليان عاطس اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، لأنك أمين وعادل ومسجود لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور. آمين. أسمع أولادك واظبوا على الكنيسة والقداسات والتناول، وعيشوا بمحبة مع بعض، وخلي المسيح بينكم، وعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. بتقول ليه الكلام ده يا ابوني؟ ربنا يطول في عمرك. ربنا يبارك فيك يا ابوني وخليك ليني وطول لنا في عمرك يا ابوني. ما خلاص خلاص يا عم ابراهيم، الرحلة انتهت يا عم ابراهيم. ليه بس تقول كده يا ابوي؟ ربنا يديك طول العمر خليك ليني. اسمع يا ثعلب يا اخوي، اسمع. خد النوتة دي امانة عليك، تحطها تحت دماغي في الصندوق. وهي لازمتها النوتة دي يا ابوي؟ النوتة دي يا ثعلب يا اخوي محدش ينفع يفتحها ولا يبص فيه. دي فيها حسابات اقدر احاسبها من صاحب الحساب فوق يا ثعلب يا اخوي. امانة عليك يا ثعلب، امانة يا اخوي. اوعى تنسى يا ثعلب، اوعى تنسى يا ثعلب، اوعى تنسى يا ثعلب. ابوني 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 Sen